فندم كده معايا كتاب تاريخ الامه القبطيه واللي بيطبع في المكتبات الارثوذكسيه بس متغير فيه شويه يعني. هتلاقيه بيتكلم عن اعتقاد الديانه المصريه القديمه باله واحد في 3 اقانيم. طبعا حصل شويه تضليل كده هنبينه ان شاء الله. كلام جميل خالص قدام حضراتكم، بس هيزعل الاسقف طبعا مننا، معلش بس دي الحقيقه. انتم بس كفايه تضللوا عموم المسيحيين وتطلعوا تقولوا لهم كلام مش حقيقي. واقرا يا انبا اوغاصون كتاب موجز تاريخ المسيحيه لاستاذ الكليه الكليريكيه واسقف المنوفيه العلامه الانبا ديسكورس. في الكنيسه الارثوذكسيه كان اسقف المنوفيه، يعني زيك اسقف برضه. مش انت بتنشر المقالات بتاعه الانبا بنيامين؟ اهو ده كان مكانه بقى. فايه رايك؟ وهو بيتكلم عن تمثيل الاله في 3 في اعتقاد الوثنيين في مصر القديمه، وانهم اعتقدوا بثالوث ايزيس واوزوريس وحورس، وانهم 3 الا انهم يعملون معا زي المشوره كده الازليه اللي انت بتؤمن بيها، كما ورد في النص الجميل قوي اللي بيقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، وفي الترجمه السبعينيه نخلق او لنخلقن الانسان على صورتنا. فالانبا رافائيل كان بيقول ان دي المشوره الازليه، الاب بيكلم الابن وروح القدس، بسم الله ما شاء الله متعاونين قوي بيتشاوروا يعني، الحمد لله بياخدوا راي بعض يعني. مشوره ازليه يا فندم، ده ايمانك يا فندم، بيعملوا مع بعض هنا وهنا المشوره الازليه اللي انت مؤمن بيها. اهلا بيكم.